السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاينل رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. اليوم بتكلم عن حاجة، يعني زي ما تقول ايش واحد من المشتركين عندي نبهني عليها، اللي هي وببساطة النتورك كلون كستمايزيشن. قال ينزل فيديو عنه الشخص ذا الجميل، اسمه ذا كيلز ساكورا. ذا كيلز ساكورا امس تكلم معايا وقال لي يعني نزل عنه وانه طور ممتع وتجيب زي كذا، فنزل كذا اشرحه يعني للناس وقول لهم كيف. قلنا اوكي، تروح للنتورك كلون كستمايزيشن اللي هو نسخة الاونلاين، خصائص نسخة الاونلاين. زي ما تشوفوا دقيت يس اني انا مرسل مسوي شخصيتين من قبل، كنت بجرب عليها وبعرف يعني بفهم الطريقة كاملة حتى لما انزل فيديو عنها اكون عارف الشيء اللي قاعد اتكلم عنه. طبعا هتخش هيجيك زي كذا. آه ما هي مشكلة، خلاص. تروح أول شيء الأول خيار. أنت طبعا لما تخش أول مرة هتكون عندك صفر كاركترز، ما يطلع لك ولا شيء. هتخش الإيديت كلون، تروح لأول واحد ما تلقى عندك شيء. أنا عندي شيء ساسكي وهذا. نروح للداتا 3. طيب خلينا نختار شخصية. مين خليني اختار ميكا ناروتو. آه طيب ما هي أويكنينج تايب، أي شيء ما هي مشكلة. طيب نروح بعدين للسكيل. خلاص بعد ما تسويه الحين نروح للسكيل. في السكيل الاكويبتد سكيل لها يعني زي ما تقدر تحط له 3 انواع من السكيلز، اللي هي الابيليتي القدرات، والاكشن اللي هي زي ما تقول الافعال، والسبيشال اللي هي الحركات الخاصه. فنروح للابيليتي. الابيليتي عندك الاتاك، طبعا هحطه بلس 5. الاي تي كي هذا معناه اتاك، يزود الاتاك بشكل عام في الضربات في الجراب في كل شيء. الديفنس يزود الديفنس يعني بشكل عام ضد الالتيميت جيتسو، ضد الضربات العاديه. في عندك كمان الشاكرا، ما ادري ايش يسوي، يقويها يعني. ما عندي، بس انه حطه كويس. وعندك هنا الاستبدالات، معدل استرجاع الاستبدالات، يعني ترجع لك الاستبدالات بسرعه. بنضغط ذا الشيء. نروح للاكشن نشوف الاكشن ايش فيها. في عندك الريجولار كومبو اللي هو الكومبو تضغط بدوائر، هذا يقوي لك اياه. عندك بلس 1 وبلس 2، انا عندي بلس 2. هي تطلع المفروض بلس 3 بلس 4 بلس 5. اللانش كومبو اللي هو الكومبو اللي يطلعك على فوق، ايوه بالسهم اللي فوق، هذا يسمونه اللانش كومبو. الناك داون كومبو اللي هو الكومبو بالجير اللي على تحت، هذا يسمونه الناك داون كومبو. في عندك بلس 1 بلس 2 لل5. وفي الميد رينج اتاك اللي هو الظاهر الاير كومبو، الظاهر اذا ماني غلطان الاير كومبو. في عندك الثروز اللي هو الاشياء اللي ترميها. في عندك الشوريكن، نينجا داش، نينجا موف، الشيء اللي انت تختاره. تشاكرا شوريكن اللي هي تضغط مثلث مربع. تشاكرا داش، تشاكرا باك داش. النينجيتسو اللي هي الضربات حقت النينجيتسو يزود لك اياها. طيب خلينا نروح للثالث، سبيشل. نروح للسبيشل. سبيشل اللي هو سرعة، هذا أول خيارات في سبيشل، اللي هو سرعة نمو الشخصية حقتك. يعني قديش إنه الشخصية حقتك تكبر كل بعد فترة لما تاخذ خبرة ترسلها الأونلاين وكذا، تاخذ لها خبرة. فعندنا الجروث سبيد. في عندنا اللك اللي هو الحظ. بقية القدرات يعني ما طلعتها الآن فماني عارف إيش بالضبط. طيب خلاص بعدين نحط سيتنج كومبليت. نروح للاكسسوارز اللي هي تعدل على شكل الشخصية، تضيف حاجات على الشخصية. ايه شوف حسب اللي انت عندك، تضيف سيوف، تضيف اشياء، تضيف زي كذا. وفي هنا ما ادري ليه ما يقدر يغير السبستيوشن حقه اللي هو الاستبدال. يمديك تغير مثلا الاستبدال حقه من شكل كذا شكل كذا لشكل كذا، يعني مثلا تحط خشبة، تحط مصباح، تحطه ما نعرف ايش، قط مثلا تحطه زي كذا حسب اللي انت مطلعها. في هنا يمديك تغير العرض حق الالتيميت جيتسو لما يجي. انا طبعا ما عندي غير عرض واحد، ممكن انت عندك 2 3 4 حسب انت غير. هذه اكسسوارات زي ما قلت لكم كل واحد يقدر يلعب فيها زي ما يبغى. نروح للموك باتل. الموك باتل اللي هو القتال التجريبي. موك اللي هو تجريبي او حاجة. طيب خلينا نروح نشوف. فهذا الطور يعني ايش الهدف؟ انك تشوف شخصياتك كيف شكلها، كيف تقدر تتحمل اذا حطيت لها القدرات. طبعا الشخصية الظاهر ما تقدر تضرب، ايه ما تقدر تضربك نفس الشخصية، بس انه زي ما اقول لك ايش، تقدر تشوف شكلها، التعديلات اللي عليها، الديفنس حقها، ولا شيء ذي عن طريق الموك تيست او الموك باتل. الموك تيست هذا في الجامعة امتحنا. طيب نضغط الداون كومبو. زي ما تشوف هذا الدفاع حقها مرة، يعني تشوف الدم ما ينقص.
ما ينقص يعني زي ما تشوفوا ما ينقص زي الكاركترات العادية. اما والله كان بيضرب. المهم تسوي الموك تيست ذا، فليت هنا شويتين. تسوي الموك تيست ذا وتشوف انت الشخصيه حقتك ممكن تتحرك ممكن ما تتحرك، ما متاكد، كني لمحت من شويه كان يتحرك. بعد ما تسوي الموك تيست تضغط دائره، شوفوا مربع تحت ايش مكتوب؟ disable states، ما هو مربع معليش، مثلث disable states. لو تقدر تشوف يعني زي ما تقول ايش الشرح كامل لكل القدرات حقتك، ايش شكلها، ايش حطيت، اكسسوارات، مساعدين الشخصيه، الاتاك باور، الرسم يعطيك الكلوز رينج اتاك، ايش السكيلز اللي حطيتها زي كذا. هذا اذا تبغى تاخذ ملخص عن الشخصيه او نظره على الشخصيه من برا. طيب هنا عندك الزر اللي على اليسار المثلث اللي هو مربع send out for training. هذا هو الشيء المهم اللي هو ترسل الشخصيه للتريننج and customization and send clone for training. تقول له اوكي، بيقول لك ابلود وبيرسل الشخصيه حقتك. شخصيه تقدر تجيب لك ايتمات، تجيب لك الانفو كارد الظاهر. هذه الطريقه الظاهره اللي تقدر تجيب فيها الانفو كارد. ايوه انه تكون وتروح للتريننج. خلاص تشوف معين ذا الاخضر اللي طلع، هذا معناته ان الشخصيه ارسلتها راحت. شوف كيف طالع عندنا الشخصيه الان في برا، يعني زي ما بتقول قاعده في الاونلاين الان، يعني ما رجعت. اذا مثلا ضغطت على هذا الشيء تبي تخش، يقول لك ايش؟ انه ترى لو خشيت ورجعت الكلون حقتك ما راح يجيب لك ولا شيء، لانه ما مشي وقت اصلا. لازم تخليها وقت معين. لما تتغير العلامه ذي، هي في 3 اشكال بس والله ما اقدر اشرح لكم اياها لانها طلعت لي اول في التعليمات. فهي في 3 اشكال. في شكل يقول لك مثلا ايش ان الشخصيه رجعت بادوات، وفي شكل يقول لك انه ترى الشخصيه الظاهر انك ما ارسلتها، وفي الشكل ذا اللي يقول لك ان الشخصيه رايحه. وبس هذا هو كان الشرح للنتورك كلون كستمايزيشن. انصح الجميع يسوونه. كل ما تخش الاونلاين ارسل الشخصيه حقتك، ايش المشكله؟ خليها تجمع لك نقاط وتجمع لك انفو كارد واشياء حلوه، يعني ما بتخسر منها شيء. سوي الشخصيه بثواني وارسلها. بس هذا الطلب كان من ذا كيلز ساكورا المره الثانيه، يعطيه العافيه ما قصر. اطلعوا بافكار وقولوا لي، ما عادي انا انزل عنها الشرح. الشيء اللي تبغونه مثلا افكار او اي حاجه اكتبوا في الكومنت تحت. تعالوا في السوني كلموني، اضيفوني سكايب، اي دي سكايب حقي موجود، حطه في القناه. روح للقناه وروح للاباوت مي او حول، هتلقى سكايب حقي، تويتر، ماني عارف ايش، كل الاكونتات اللي تقدر تتواصل معايا. عندك فكره تبغاني انزل حاجه معينه، اكتب لي اياها في سكايب، تويتر، بلاي ستيشن، اي شيء تقدر تتواصل معي ب1000 طريقه. كومنت تحت كمان. وبس هذا كان الشرح حق نتورك كلونز كستمايزيشن. This is Final Yaya. I'll see you guys next time. Hit you with the bass low.